في مصر بس هتلاقي الكلام ده بيحصل، وبالذات لنادي معين. محمد معروف الحكم اتوقف 4 مطوشه، من 4 ل5 مطوشه كمان، بسبب واقعة محمد هاني. محمد هاني كان طالع هيتبدل، راح الحكم قال له، او محمد معروف قال له اطلع من اقرب نقطه اللي هي كانت من ناحيه الاوت في الملعب الناحيه الثانيه. راح محمد هاني مودي الشاره وعمل عبيط ومش سامع، فراح محمد معروف بيقول له هطردك، راح قال له مش هتعرف تطردني. الكلام دوت اللي اكدوه حكام الفار، قال له صوت محمد هاني كان باين في المايك بتاع محمد معروف وهو بيقول له مش هتعرف تطرد. راح محمد معروف طرد. يقوم مين بقى سلوكيا اللي يتعاقب؟ محمد معروف مش محمد هاني. ده هنا في مصر يعني حياتك هيبقى لنادي معين. ده احنا لسه بدري قوي يا جماعه، ده لسه تاني ماتش، لسه بدري قوي. الراجل طرده، تقوم انتوا موقفينه من 4 ل5 ماتشات، بتتكلموا في ايه؟ ده في صوره لوليد سليمان والحكم بيديله كارت، بيقلعوا التيشيرت، يعني بيقلعوا وليد سليمان بيقلعوا التيشيرت. اعتقد تقريبا لو انا مش متذكر قوي، تقريبا الحكم اللي توقف بسبب انه ما كانش لابس فانيلا حمالات. انتوا بتقولوا ايه يعني؟ ازاي حكم بيطرد لاعب هو اللي يتوقف؟ دي انا مش فاهمها بصراحه، محتاجين مفسر. اي اهلاوي هيخش يطبل، فانا مش حابب، لان حرفيا انا بشوف العجب مع النادي الاهلي ولسه هشوف.